بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب النزول وفوائد هذا العلم. يعني سبب نزوله فوائد هذا العلم وفائده في علم نزوله، أسباب نزوله، سبب نزوله. شو يا نزول. أسباب النزول. أسباب النزول. أسباب النزول، سبب نزوله. نزول القرآن على قسمين. نزول القرآن بس هذا قسمين: قسم نزل ابتداء يعني بسبب آتية، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. قسم أكيد بشتى أولايكي أو بشتى سؤال كاتية إشتى سببه أو أولاية أو سؤاله. ولعلم أسباب النزول فوائده. علم أسباب النزول فائدة هنا. نجي فائدة هنا، فائدة متى العلم خبرية بس. منها يجوان معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ناس كرنا وجه حكمتها بيا سبب أو حكم بيا يصلش بش تشريع بيا يصل. بس. تمام. يعني مثلا سبب نزول وقت مرف زامبه مرف حكمته وزان حكمته في حكم شيء أما إذا فلان ولا شيء له أتم حكمته ويأوي نوري. وتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. هم ده تخصيص حكمي بوي يعني بسبب نزوله نوري. معرفة وجه الحكمة وتخصيص الحكم به. تمام. على تشريع الحكم وتخصيص الحكم به يعني تخصيص حكمي بوي وجه حكمته بيش سبب نزول بيتزانيا عند من يرى أن العبرة بخصوص اللفظ سبب. إيه كنت بيجي عبرة بخصوص سبب نبع ما لفظية ضعيفة ما فيها. بخصوص سبب وش أخي دبيت بيجي حكم خاص بفيها في بس اللي في ولاية خاص في شخصية وطبعا فيها ضعيفة. تمام. عبرة أساس أصول ده أصول تفسير ده يعني جمهور السر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهمت كي يعني. يعني تمام بعصا آية حقيقة أفراد أما مسلمان يكون فعلي بكيشة وش زي واحد. وقد يقوم الدليل على تخصيص حكم اللفظ العام جانا دليل هي لسه تخصيص حكم لفظ عام لفظ عام وحكمك أوكي تشكي تخصصك لفظ عام ماما تشكي خاصك خاص بتشكي به. والوقوف على المعنى وإزالة الإشكال على تخصيص حكم اللفظ العام والوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. يعني مثلا ليش فايدة أو يعني وقوف معنى ما وقفت به إشكال راد به نوري. وش كنا قلت يبيا. يعني والوقوف أوش يعني يجي يجي أسباب بيش أول وقوف أصل معنى من معنى بيتعلمه وإزالة إشكاله. كما لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. شوف ده ممكن الناس كرنا تفسير آيات يعني فهم كنا تفسير آياتي بوقوف أثر حكاية ولا كهذا وبيان نزولها بنظام باش معناه نافهمه. فبيان سبب النزول طريق قوي فهم معاني القرآن وليس بيان سبب النزول ريك قوتية فهم كنا معاني القرآن. فمن ذلك جاجفانايا من قال بإباحة شرب الخمر مثلا إنك قلت يا وخارنا اتشي جائزة. واحتج بقول دليل أخواني قلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. لسه المؤمنة ويك عملي صالح تكن جناه تنا تشيك تدخل يقول لك شيء تخوارنا وليس يقول ليش تنا. ولو علموا سبب نزولها لم يقول ذلك. مثلا بفانا أجل سبب نزولها في غاتي زامنا وهذا تقول ووجد شيء سبب نزوله أن أناسا هنك إنسان قاموا لما حرمت الخمر رابو نقطة أرخ حرابو حرام بو. قلت كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس جبرونا كتن وفكي وشوا بواني كتر خدي ده هاتون كشتن ومرن وفانا اشكيت خارن واشكي في القرآن بيجي رجسة جا فنزلت وبري أو سرواتنا جناح سرواتنا نور يجي فانا نزان مثلا سبب نزول نزانه يعني نزانه بحث إبريت كه بحث وانا كه او دبيجن قي ويش اخي يعني انا هاي سبب اوتنا جناحتنا حالك انا كده نوري. ومن ذلك قوله تعالى يجي فانا مثلا قوتن فاينما تولوا فثم وجه الله ومن بر ياخذون كري وجه خدا الوله يعني مراج وجه خدا يعني شو خدا تعالى امرت كوريه
نوري. بله. فإن لو تركنا ومدول اللفظ مثلا أنبياء صادج معنا اللفظ ويبهيلن لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة في السفر ولا في الحضر. demek ki مصلي نواجب السريك بلا تقييد لأن السفر ده للمالي وهو خلاف بحال مش ما نوري. فلما عرف سبب نزوله وقت سبب نزوله هات في مي علم أن في نافلة السفر وشاخي تيزاني كود حقيقي سنة السفر ده أو فيما صلى بالاجتهاد يا جاكي بس نظر قبل الكل اجتهاد مش كريه حقيقي ده وتبين له الخطأ خطأ جرى بأنبياء وتبصر زرار بتونه نوري. يعني خطأ جرى بأنبياء بس جبر خروج ده جيك فإنما تولى فثم وجهه. وقد اختلف علماء أصول الفقه جابوا مسألة بيجا كعبارة خصوصا لفظية يا بعموم لفظية يا بخصوص سببية. جاب علماء اختلاف كعالم أصول الفقه هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. عبرة اعتبار عموم لفظية أو بخصوص سببية والأصح أن العبرة بعموم اللفظ أصح. وقد نزلت آيات في أسباب خاصة أما أفهى هنك آيات سبب خاصتنا وأحكامها تتعدى ها أف آي دي هنك آيات أسباب خاصة هاتنا وأحكامها تتعدى غير أسبابها. أما أحكامي وان زيدي دربا سبب وانجي سلايتك بله. تمام يعني نرجع سبب وان تاني. مثلا كنزول آية الزهار بس آية الزهار يعني قلت أنت عليك كظهر أمي جنا أخرى قلت وكبشت ديان بالزهار في أنا وري. في سلمة بن ساخت حقي سلمة ده نازل بيه حال بكي ما الزهار خاصي بويا نا بله. في حكم يعني كي ورا بيجه زهار شو رشيد به. وآية اللي عن مثلا آية ملعنة ملعنة مثلا بالإسلام مش بيلك أخراج بيجت أو كريه تزينا كليه وشهادة يتنبن نورمال ده كي خريب بيجه تحت كرين يعني شو شهادة بن إجازة كزلا بيه شهادة يتنبن اللي عن كأرا وداشي وعندن صندي بيلك كزلا بدن صندي ونشفتين تمام. بس آيات اللي عاني في شان هلال بن أمية حق هلال ذاتيه halbuki nakası bu ne ve olayı ki geçeve bu olayı dava ki geçeve aynı yani يمكن. وحد القذف مثلا حد يقذف فيه او مثلا بيجيك زناكيه وش هذه يتلي شهادتنا بن شهر شهادتنا بن حد يقذف فيه نوري. حد يقذف فيه حشتي دار واضح في رماتي عايشه حقي او عايشه ده نوري. يكو افيت مركزات عايشه بافتراك اما نخاسي بوانه تشاجي كي قصف بك يعني حقي بيك معصوم ده وافتراء بك حد كش. والحكم يتعدى غيرهم في كل زمان أم حكم تعدي بالغير وقت هل زمان. فقد يكون السبب خاصا جانا مثلا السبب خاصة إلا أن الوعيد عام أما التهديد عام يتناول كل من باشر ذلك القبيل تخبني أخو كي إكوي نباشي بك شامل سلوشتي ويكون جاريا مجد التعريض دبوكا تعريضي يعني وقت دبا أساس جوان رايش تبيشه بيشترط بيش ماما تجي فين بك تعريض أوي نوري. وقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطع أيديهما يعني سارقي إسلام وسارقي يعني دزي إسلام ودزي بيلك بس وانشيكن الآية فهم الآية سئل خاص أم عام أي خاص أم عام قال بل عام يا عام ولا يحل القول في أسباب بدون تابي أجا تابي هنكي هنا مثلا أولاي في درباس بيه مثلا أنا كو حقي وانا داس في سينواني بيشكي خوارنا نوري حقي وانا شكو إبشي وانا وقتی مثلا حقی وانا ضبع او شاب مثلا حقی نه مثلا حقی كده سوال کنه او تانية ايوه كويته اما حقي وانا يتفيا بشناي. ولا يحل القول في اسباب نزول الكتاب الا بالروايه والسماع ممن شاهد التنزيل طبعا نحل على خبر دانت حقي اسباب نزول الكتاب ده انجا قال روايه هبه يا السماع هبه ممن شاهد التنزيل جوان يكون حاضري نزول القران يقول وقف على الاسباب سبب ديتنا وبحثوا عن علمها نوري علم يعني زانبونا وان araştırmış kirne نوري يكونين لكرنا. ومعرفة أسباب النزول أمر يحصل الصحابة بقرائن متعلقة بالقضايا مثلا ناس كنا أسباب النزول تشكيك درومك الصحابية را تشيك دبا بقرينة تعلقوا علاقوا بون أواهي بون أولايا أولاي. وربما لا يجزم بعضهم جانا هيك كسين زانا يعني تخمين كنت كسين زانا فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا تخمين أمضى آياتي حقي فرنسا نازل. وإذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل وقت خبر بده صحابي خبر بده أو صحابي حاضر وحي بيه ونزول القرآن بيه جاء خبر بده عن آية من القرآن خبر بده حقيقة القرآن أنها نزلت في كذا بده حقي فلان شهاته فإنه حديث مسند أو حديثك متصلة يعني مرفوعة أو كنت رسول صلى الله عليه وسلم.
إيه. وإما ورد في الإخبار عن الواقع الماضية شوان كاتنا شيء الإخبار شيء واقعي درباسوي ولا درباسوي لا تدخل في أسباب النزول وداخل سبب النزول نابع مم. كذلك قصة نوح بقوم نوح مثلا وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك وأنا بعص ولا بريد كمان أنا أسباب النزولين. بس. وكثيرا ما يذكر المفسرون قال جارا مفسر ذكر نزول الآية أسباب متعددة جانا شن سبب أسكتك لما يشابك. وطريق الاعتماد في ذلك طريق الاعتماد أن ينظر إلى عبارة الواقع أو عبارة فاتية كشوال قلتنا. فإن عبر أحد بقول نزلت في كذا يكيد بيت حقيقة فلان شو نازل بيه والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر بيت حقيقة فلان تشتا وسبب ويجد بيجاه فإن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول نوري مم. أري الدماغي أفيا تفسير أوي حقيقة تفسير أوي نوري بس. يقدر نزل في كذا نجي نزل في كذا وذكر أمرا آخر أري والآخر نزل في كذا وذكر يعني والله كدني بيجي لو في أنا بيجي يعني صحابتي ورد بيجي صحابتي ورد بيجي أبدأ تفسيره هو يعني حقيقة تفسيره ده ذكر سبب نزوله ولا منافاة بينهم منافاتنا ورا يورم تك ورا يورم يعني نزل في كذا بمعنى الآية هكذا مم. إذا نزل في كذا بمعنى الآية هكذا أنا ورا شيء. أما إن عبر أحد بقول نزل في كذا يبيج نزل في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه إذا إدنيش بيجي سبب خلافه بيجي نار نوكوية أجبو فيها فالمعتمد التصريح نور إيكو من الاعتماد بسري إيكو واشغل بوت بي تصريح كلمة. مم. يعني يقول يك صار بيت نزل في كذا إني مخالفي بيجي والسبب ويش بأذى كان مثلا دبي معناه إيه شو يجي مثلا حقيقة فلان كذا نازل بو مم. التي سبب ويش بيجي معتمد إيه بتصريح مم. والآخر استنباط إيه دني دمكي أول يعني استنباطه يعني تفسيره معناه مثال ميزة ما أخرجه البخاري عن ابن عمر بس هو البخاري رواية كجي ابن عمر قال قلت أنزلت نساؤكم حرث لكم الآية نازل بو بيكي وكا عرض جوارا عرض مم. توبراخ مم. أراضي الآية قلت نزلت قال أنزلت في إتيان النساء في أدبارهن كزلام كاربن هرن سبارة هرن جنبي لك أو حتى شيء أو هرياتي ابن عمر ورياتي. مم. وقد جاء عن جابر التصحيح بذكر سبب آخر جاء جابر تصحيح كده بذكر سبب كدني تمام. بس. قلت هو جابر جابر بن عبد الله بن عمر إيه، بن ما الخطاب. هو قلت أنا صحابي سأله. طب صحابي. صحابي طب صحابي هو بدك معناه إيه معناه نابش مم. التصحيح بذكر سبب آخر فالمعتمد حديث جابر معتمد جابره وقلت حرامه لأنه نقل شيء نقله وقول ابن عمر استنباط منه ابن عمر صادر قلت الوراق قلت فاتوا حرتك ما ناشيته يعني وشوت خوازن هر أرزيه خو demek ki قلت جاسه الشات كليه مش شات خطأ مم. çünkü شو نسروي إيه. يعني ماذا سببه بين جابر قلت قبل كيف بيجي ne قلت كان يهود تقولها يعني دبي جابر دبيجه دبي سبب نزول في آياتي دبي وقت مكي هات المدينة مدينة جبر يهودي هبون وان مسلمان أوسي وخزرجي إنا يهودي يهودي علمي بون يهودي تقول إيه كش جبارة هرجم بيلك أخو أما ند أوي وان ده ند اعتباري وان تقول حرامة يهودي وردكو مم. يعني تقول قالش بيرا علاقة بيلك يخو كده أو جواري علمي بون مدني مدني. مم. مدني جاء سؤال كرن جاء في آية ناصر يعني يقول يا نحرم مم. ama ya İbn Abbas yorum ki ayeti ev ya mesela cevabı sebebi ödmeyecek. بس. Biz mesela sebebi ev bu yani ne mesela yani edbaru o ev peş baş ne mesele bu. Mesela aynıcı ama şpara u pera. مم. Mesela eve ak ayet gotiye helal eve. بس. Çünkü bir sebebi sual ev bu. Sual nec mesela ku haşa dübre piye kadar. Bir sual necvi bu. مم. İşte cumhur raya cevap kabul. Çünkü tasih. وقول ابن عمر إثبات ابن عمر طب إيضار الشات كنا هنا ضعيفة. مم. وإن ذكر أحدهم سببا يك سبب كي بيجا وغير سبب آخر سبب كي بيجا فالمعتمد ما كان إسناده صحيحا حال صحة أحدهما وضعف الآخر
إسنادك شيء صحيحة معتمد أوي، وقت يك صحيحة يك ضعيفة. مم. فإن استوى الإسنادان في الصحة هذا وكهبن، وزمان يرجح ما كان راوي حاضر القصة يقول ولا يدع الوربة تترجح، مم. أو نحو ذلك من الترجيح أيضا. فإن لم يمكن الترجيح، ترجيح لا يمكن به، حمل تعدد الأسباب على تعدد الحوادث وتكافلها. أو زمان ما بيجي أو سبب يعني تجارة شيء نوري، Evet. olay ticaret şey bir ayet car ki bu ve olayı car ki cana he مم. ayet haberi he olay ki ne şey de bu o cevabı ve olay bir ayet de he tişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet. نوري. O zaman demek ki تعدى حوادث وتكرر demek o hadise tekrar bir. مم. ويدخل تحت باب أسباب النزول موافقات عمر بن الخطاب في موافقات حزب جاني تشتاع حزب عمر قوتية وآية طريقاتية، مم. أو يتكلم بني أسباب النزول يعني السبب يجي حزب عمر واردو وربي عليه يجمع بتقوية تأويل أو كده تأييد كده. Evet. وقد جاء في الحديث إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فضل تعالى حق قرانديا سلطمان عمر وصار قلبي. مم. فهم كيف؟ Evet. إيه. وعن أنس قال قلت قال عمر وافقت ربي في ثلاثين بتصير شهادة موافقة بربي قرأت بيه، مم. يعني مش مو خداش برين نازل. Evet. قلت يا رسول الله يكفي يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، جيب إبراهيم قال ميش بنا، فنزل فاتخذوا مقام إبراهيم مصلى آية برين نازل. مم. شو يجي الميش قبل. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، ويا رسول الله بلاك إنسان خراب إنسان باش تنجمات. سؤال ماله، فلو أمرتهن أن يحتجن تأمري وممكن تقول أنا أطلقن. فنزلت آية الحجاب، مم. آية الحجاب نازل. واجتمع على الرسول صلى الله عليه وسلم في الغيرة وبجار كجي وبنيك في لك رسول قاشي رسول هذا قسقان ماي ده غيرة قسقان ماي يعني Evet. و أويدا أو بون يعني وري رسول أو تبون بين شو كل ماشي بعجاندن ده بعجاندن. فقلت لهن مجوانا جو عسى إن طلقكن طيب زوج طبعا طبعا مم. حفصة. إذا مقول عسى إن طلقكن يبدي له أزواجا خيرا منكن، مقول أجاك رسول برده تزامي بيدكنا وشي تر خطاب ديك. Evet. فنزلت كذلك عينات وريحتها بجر لفات. مم. ويقرب من هذا نسكي فيها موارد في القرآن عن لسان غير الله. شيء القرآن ده حتى سر زماني نخوضه، مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم سر زماني بيغمبر، وجبريل سر زماني جبريل والملائكة ملائكته، وغير مصالح من إضافة إليهم ولا محكم بالقول عنهم. يعني إضافة يبالوان ونصح أو ننا أشخنات يقولون وجوان راحت يحكي، مم. أما قلتنا وانا قلتنا بيغمبر كي قلتنا جبرائيل قلتنا ملائكة كي مثلا كقول تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم نوري. مم. وخاطية جورا يعني كي دليل قانت اشترف ربي به، فإن هذا ورد على لسان صلى الله عليه وسلم بدليل قولي في آخرها وما على أنا عليكم بحفيظ. أبيات سلزماني رسول الله قضيت على قوتين فوت مم. 16 ورا قوتين Evet. بيخمبري وجه ورا قوتين شو ما تجي سنة بما عليكم أنا عليكم بحفيظ. أز أو نسور اليوم نكار مبزوري خلاص كم مم. ها Evet. يعني يوطيك دمك وياجي شوية مم. بس. بس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.